طيب الاولويات في البيزنس. اوكي، انا بالنسبه لي البريوريتيز في البيزنس دي حاجه مهمه جدا. ليه بقى؟ لان معظم الناس دلوقتي احنا حياتنا بقت سو بيزي، تمام؟ فبناخد قراراتنا باي ديفولت، او زي ما بنعلم الناس كده في كورس البريورتي مانجمنت مش التايم مانجمنت، ان احنا دايما بننخدع بالعاجل، ودايما العاجل سحبنا من المهم. طيب ده بيعمل ايه في البيزنس؟ بما ان بقى عاجبني التليفون ده عشان قديم من اول الحلقه، ده بيخلي الحاجات المهمه والسو كريتيكال في البيزنس كانها مرفوعه مؤقتا من الخدمه. انا شايفها طول الوقت، والتليفون المفروض يرن عشان يفكرني، بس انا طول الوقت تركيزي واتجاهاتي وعناية على ايه؟ على العاجل. طيب مين بقى اللي مرفوع مؤقتا من الخدمه والتليفون كده ما بيدينيش وما بيخلينيش اجاوب خالص، او ان انا اخد المكالمه اللي المفروض اخدها؟ هو الحاجات الاهم في البيزنس. عشان كده setting priorities في البيزنس بتاعك دي حاجه مهمه قوي. لازم اكون انا واضح جدا ايه البريوريتيز بتاعتي، وده هينقلني بعدها برضو لإيه الحاجات اللي بالنسبة لي هي ريد لاينز، غلطات ما ينفعش أغلطها في البيزنس. ممكن أأثر في حاجة، ممكن حاجة ما تبقاش أحلى حاجة عندي لفترة، لكن في حاجات هي ريد لاين كده إحنا ما بننزلش عنها، دي حاجات ما ينفعش نقصر فيها. فتحديد أولويات البيزنس دي حاجة مهمة جدا. فكل واحد فينا المفروض إنه يبقى عارف ايه التوب 3 priorities بتاعته في البيزنس. اوكي،